يا حتة مني سلام. انا وادم اتجوزنا قبل ما يموت. اتجوزنا في نفس اليوم اللي اتقتل فيه. أهلا بيكم وفيديو جديد وملخص جديد لأحداث الحلقة ال20 من مسلسل سيد الناس. بتبدأ الحلقة وبنشوف رئيس المباحث بيقول للجرحي إن أخوك جه واعترف وقال إنه كان تحت تأثير الأدوية في المستشفى وإنه مش عارف اتهمك إزاي، وإن الجرح اللي في رقبته ده إنتاج للوح صاج في الشغل. وبيرد هنا المحامي بتاع جرحي وبيقول له هو كده سعادتك هياخد إخلاء سبيل دلوقتي؟ بيقول له رئيس المباحث أكيد. وبنشوف الجرحي هنا وهو خارج وعينيه كلها بتطق شرار. وأول حاجة بيعملها الجرحي بعد خروجه من السجن بيجري على قبر ابنه وزوره وهو ملهوف عليه، ولما بيشوف قبر ابنه بتبان عليه الكسرة وقطم الظهر، حتى إن رجليه ما بتبقاش شايلاه ولا قادرة تمشي علشان يروح لعنده. وهنا بيفتكر الجرحي ذكريات ليه مع ابنه أدهم في مشهد يدمي القلوب، وبيكون الجرحي مش مصدق اللي حصل لابنه. وهنا الجرحي بيحوش التراب من على قبر ابنه وبيفتحه وبيروح لعنده، وبيحضن الجرحي جثمان ابنه اللي متكفن في مشهد أليم. بعدها بيخرج الجرحي من قبر ابنه وهو خارج بيجيله اتصال، ولما بيقول ألو بتقوله راجية عايزة أقولك حاجة مهمة، فتحية هربت. بيقول لها جرحي يعني إيه هربت؟ ردت عليه راجية وقالت له موضوعي مش إنها هربت، الموضوع إنها سرقتني، سرقت 1,000,000 جنيه ومسدس. وأول لما بيسمع الجرحي كلمة مسدس بيجي في دماغه إن هي ممكن تكون اللي قتلت أدهم. وبيفتكر الجرحي لما فتحية كانت بتقوله هنتقم منك يا جرحي، هوريك على إيدي فراق الحبايب، هتحس يعني إيه تفارق أقرب حد ليك. وبعدها بيجي قدامه وهو بيقول لأخوه أنت اللي قتلت ابني يا مجدي. وكمان بيشوف راجية وهي بتقوله أنا سخنت عليك صديق الطويل وكمان برهام وناويلك على نية سودا. مش دايما بيبقى قتل حد أكبر عذاب، ساعات قتل القريبين منه بيعذبه أكتر. وكمان بيشوف الجرح قدام عينه برهام وهو بيقوله أنا لما أكون عاوز أهدد بقتل، علشان التهديد يبقى صوته مسموع ويهد. وكمان بيفتكر الجرح صديق الطويل وهو بيقوله يا السلاح يا الفلوس يا هتزعل قوي، أنا لما عاوز أخوف بخوف. وهنا الجرحي عاوز يوصل لمين بالضبط ورا قتل ابنه. وبعدها بنروح لمشهد تاني وبنشوف الجرحي في اسم شرطة الأزبكية، وبيقوله ضابط الشرطة البقية في حياتك يا جرحي. وبيرد الجرحي يقول للضابط أنا عايز أعرف إيه اللي حصل. بيقوله الضابط ابنك الله يرحمه خد طلقة في دماغه، وكأننا بنشوف الطلقة رشقت في قلب الجرحي لما سمع الجملة دي. وبيكمل الضابط كلامه وبيقوله اللي بلغ ميادة فاروق. ميادة قالت إنها كانت واقفة معاه ولقت الطلقة في دماغه ومعرفتش مين اللي ضربه. إحنا شغالين في التحقيقات وبإذن الله هنوصل للي عملها. وبيقول الضابط للجرحي على فكرة أنا قبضت على أخوك مجدي أبو العباس النهاردة بس لسه ما حققتش معاه. بيقول له الجرحي مجدي ليه يا بيه؟ بيرد الضابط على الجرحي وبيقول له قال إنك ضربته في رقبته وبعدها غير أقواله وتنازل، وقال إنه كان متخدر من الأدوية ومش عارف وبيقول أي كلام، أصلا هو الوحيد اللي محدش يعرف هو كان فين ساعة الواقعة. أما ملفه أنت عارفه كويس ده واخد مؤبد في قتل عيلة سليمان. وبعدها بيقول الضابط هاتلي مجدي أبو العباس من الحجز. وبنروح لمشهد تاني بعدها وبنشوف اعتماد بتقول لمرات مجدي تعالي يا سارة تعالي اقعدي جنبي، وبتقول اعتماد لسارة ما تتكلمي قلتيلي عايزاني. بترد سارة عليها وبتقول لها أنا حاسة إن مجدي هو اللي قتل أدهم. ردت عليها اعتماد وقالت لها هو في إيه؟ مالكم كده محسسيني إن مجدي ابني عشماوي؟ قالت لها سارة علشان هو عملها قبل كده، انتي مش فاكرة إنه هو حرق بني آدمين؟ لو ناسية اطلعي بصي على البيت المحروق، اختفى وقت ما اتقتل ورجع ما تكلمش مع حد. ردت عليها اعتماد وقالت لها انتي بالذات ما ينفعش تشكي في جوزك، المفروض انك اكتر واحدة عارفاه. ردت سارة وقالت لها كنت عارفاه. وهما بيتكلموا لسه دخل عليهم عفيفي وبيقول لهم في خبرين، الاولاني مجدي راح طلع الجرحي، والخبر التاني الحكومة جت وخدت مجدي من الورشة. وبنروح لمشهد تاني وبنشوف مجدي قدام رئيس المباحث وقدام الجرحي اخوه، ورئيس المباحث بيقول له ها يا مجدي. بيرد مجدي وبيقول له انت اللي قابض عليا يا بيه يعني الكلام عندك. قال له هنا رئيس المباحث طب بسم الله الرحمن الرحيم نحكي الحكاية من الأول. واحد راح المستشفى علشان رقبته مشقوقة وبيقول إن أخوه هو اللي عمل فيه كده، خرج بعدها من المستشفى ومحدش عارف هو خالص راح فين، وابن أخوه اتقتل في نفس التوقيت. بعدها راح يزور أخوه في اسم تاني زايد وخرج من هناك، وبعدها خد العزا ورجع تاني غير كل كلامه وقال إن أخوه ما دبحوش وإنه بس كان واخد أدوية مخدراه ومخلياه مش عارف يقول إيه. في ذمتك يا مجدي الجدع اللي بحكي لك عنه ده مش يحير؟ رد مجدي على ضابط الشرطة وقال له يا بيبي حير.
لحد ما يرد فرد وينهي ويريح. أنا خرجت من المستشفى ورحت لابن منطقتي وجاري فاروق الجباس، قعدت معاه في مكتبه. فاروق موجود والمكتب على حاله ما حصلوش إزالة. لو حضرتك يعني عاوز تسأل اسأل وهتعرف وقتها أنا إن كنت كذاب ولا صادق. إنما لو في النية إني قتلت ابن أخويا لا سمح الله فده ما حصلش. وبالنسبة لموضوع إني كنت متخدر من الأدوية وكنت بهزي فهي دي الحقيقة، وربنا يكفي الناس شر المرض. وبعدها رئيس المباحث بيتصل وبيطلب منهم إنهم ينزلوا السبتية ويجيبوله فاروق الجباس، وبيأمرهم تاني إنهم ياخدوا مجدي ويرجعوه للحجز. وهنا الجرح بيقف بسرعة وبيمسك أخوه وبيقوله لا مؤاخذة يا أبو طالب بيه، وبيقول الجرح المجدي هقولها لك عشان لما تمها معاك مش هستخبى من الحكومة، هسلم لهم نفسي حتى قبل ما يعرفوا إنها تمت. لو عملتها يا مجدي وملكوته لكن نحرك في ميدان رمسيس قدام مصر كلها. وهنا رئيس المباحث بيقوله ملوش لازمة الكلام ده يا جرحي. وبيخرج الجرحي من عند رئيس المباحث وهو متأثر قوي وبيعيط وقتها وبيقول يا حبيبي يا ابني. وبيفضل الجرحي يقول إن لله وإنا إليه راجعون. وبيمسح دموعه الجرحي وبيلاقي اعتماد ومعاها مرات مجدي وكمان عليا وأخوه عفيفي جايين بيجروا عليه، ولكن هم في القصد جايين يجروا ويلحقوا مجدي. بيبصلهم هو كده وبترد عليها اعتماد وبتقوله مجدي ابني ما عملش كده وانت عارف. وبعدها بتفتكر تقوله بقى البقية في حياتك. وبيقوله هنا عفيفي إن لله وإنا إليه راجعون، البقية في حياتك يا أخويا. بيرد الجرح يقوله أخوك، وما استحتش تقولها يا عفيفي. هو في حد يعزي أخوه صدفة جوه الاسم؟ كان أكرم لك تخرس يا عفيفي. رد عليه عفيفي وقال له أنا بس اتلهيت مع مجدي واللي حصل والمستشفى ومعرفتش أزورك وانت محبوس، ولما أدهم الله يرحمه توفاه الله الحزن هو اللي حشني عنك. بيرد عليه الجرح بيقوله طب وإيه تاني؟ بيقول عفيفي والله ما بكدب عليك. بيقوله هنا الجرح طب وملكوته اللي هقوله لك دلوقتي حق عليا فعله لو خالفته يا حبوب. لو قلت لي أخويا تاني لارزع دماغي في نص وشك قطر شمك. انت اخوك مجدي ياض اللي انت جاي دلوقتي تجري وتتكفى عليه. الحاجة التانية بقى أدهم ما توفاش زي ما انت قايل. أدهم اتقتل واللي قتله شيطان ونساه انه ابن الجرح أبو العباس. الشيطان بيكره اللي قتل ابني عفيفي فسوحه معايا، فاسم أدهم لو جه على لسانك تاني أنا هحشهولك يا عفيفي. تالت حاجة العزا اللي نصبتوه واتجمعتوا فيه بربطة المعلم علشان تاخدوه، ده مش عزا ابني، ده عزا في رجولة 2 نتي عاملين نفسهم رجالة. الأولاني اتبلى على أخوه وحاشوا عن غسل ابنه ودفنته، والتاني حتى ما قالوش عيب ولا ما يصحش. فانت واخوك خلاص على راداري، وانا صباعي على الزناد ومعمر، وقلبي وعقلي بيقولولي دوس مستني ايه دول كلاب بلا عازة متشكلين بصنعة عفشة على ايد مرعايبة. بترد عليه اعتماد وهي بتزعق وبتقوله العيبة اللي بتقول عليها دي تبقى مين يا جرحي؟ تبقى انا. بيرد عليها الجرحي وبيقول لها ايوه يا مرة يا بكسة، والنفس عايزاكي تعترضي علشان امد ايدي في عزم زورك اخرمه. بترد هنا عليا وبتقوله ما انا كمان كنت عايزه اجيلك يا اخويا ومعرفتش، هو انت شايفني ازاي وسط ده كله؟ بيقول لها الجرحي انا مش شايفك اصلا يا خلفة اعتماد. وبعدها الجرحي بيزق عفيفي ويسيبهم ويمشي، وعفيفي بيقول لا حول ولا قوة الا بالله. ولما مشي الجرحي بيطمن ويقول الحمد لله. وبنروح لمشهد تاني بعدها وبنشوف الجرحي راح لعند راجية، واللي بتقوله كنت غطسان فين كل ده وتليفونك مقفول؟ بيرد يقول لها ابني اتقتل. بتقوله البقية في حياتك يا جرحي. وبيقول لها هنا الجرحي فتحية هربت منك ازاي وكل التيران دول موجودين برا؟ قالت له هي انا هتجنن مش عارفة ازاي. هي سرقت مفتاح الخزنة من شنطتي ودخلت وسرقت 1,000,000 جنيه، وكان وقتها راجل واحد هو اللي موجود، خبطته بالطفاية على دماغه وسرقت مسدسه وهربت. قال لها الجرحي الطبنجة اللي سرقتها كان نوعها ايه؟ قالت له راجية هو انت شاكك ان هي اللي قتلت ابنك؟ قال لها الجرحي كل الناس عندي في لستة الاتهام حتى انت واللي وراكي. وقال لها الجرحي انا جايلك وش وما بلمحش، مش انت اللي قلتي ان صديق وبرهام ناويلي على الشر؟ ومسكها من شعرها وقال لها وملكوته يا راجية لو طلع دم ابني من فعلكم هتكون دفنتكم من فعلتي. بتقوله راجية انا معملش كده يا جرحي وما افتكرش ان صديق كمان يعملها، مش عارفة بقى لو برهام ممكن يوصل معاه الموضوع للدرجة دي. قال لها انا هعرف، كلمي الاتنين وقولي لهم ان الجرحي ابو العباس عايز يقابلكم النهاردة وهنا. وبعدها بنروح لمشهد تاني وبنلاقي سماح بتلطم وبتقول لبنتها ميادة يعني ايه كان جوزك فهميني، وكمان نافعة بتسأل ميادة بتقول لها يعني ايه كان جوزك فهميني. بترد ميادة وبتقول لها انا وادهم اتجوزنا قبل ما يتقتل. بتقول لها نافعة ازاي تتجوزي من ورانا؟
بترد ميادة عليهم وبتقول لهم اتجوزنا في نفس اليوم اللي اتقتل فيه. وبتعيط ميادة وبتكمل كلامها وبتقول كنا في بيت صاحبه ولما نزلنا اتقتل تحت البيت. قالت لها سماح امها كنتوا بتعملوا ايه في بيت صاحبه يا ميادة؟ قالت لها ميادة كنا بنعمل زي اي اتنين متجوزين. وبتعيط ميادة وبتقول ما كنتش اعرف ان احنا لما ننزل من البيت هيتقتل. انا بحكي لكم علشان انا شايلة كل ده لوحدي، كنت خايفة ان انا لو ما حكيتلكوش تزعلوا مني. وتصرخ امها وبتقول لها انت بتحكي مصيبة. وبتقول لها هنا امها مخبية ايه يا ميادة؟ بتقول لها ميادة مش مخبية اي حاجة. وبتقول لها سماح مين اللي قتل ادهم؟ بتزعق ميادة وبتقول لها قلتلك مليون مرة معرفش. قالت لها سماح ما انت قلتيلي ان انتوا كنتوا واقفين في الشارع عادي ولكن طلعتوا متجوزين. وبتمشي ميادة هي وبتقول لهم انا معرفش مين اللي قتل ادهم. وبعدها بنسيبهم وبنروح لمشهد تاني وبنشوف الجرح بيخبط على باب حماه وبيقوله سلام عليكم، وبياخده حماه في حضنه وبيقوله تعالى يا حبيبي. وبيعيط حماه وبيقوله البقية في حياتك يا حبيبي. بيقوله الجرحي الدوام لله. وبتيجي أمنة من جوه وهي بتعيط وبتقول للجرحي انت اللي قتلته. بيقول لها الجرحي مش ده اللي انا محتاجة اسمعه منك دلوقتي يا أمنة. بتقوله أمنة بس ده هو اللي انا محتاجة اسمعهولك. انا من النهاردة مش هفكر انت محتاج ايه، هفكر بس انا اللي عايزة ايه. مش هعيش تاني في دنيا انت فاكرها بس لوحدك. قالها هنا ابوها ايه اللي بتقوليه ده؟ المفروض تسندوا على بعض في ظروف زي دي. بيرد الجرحي وبيقول تحرم عليا الراحة لحد ما اجيب حق ابني. قالت له أمنة جبته ولا ما جبتوش ابني مش هيرجع. اي حد قتل ابني هتبقى انت السبب ودمه في رقبتك، وانا لو هاخد طاري من حد هيبقى منك انت يا جرحي. قال لها الجرحي ادهم مش ابنك لوحدك، اوعي تفتكري ان حزني عليه اقل من حزنك. صرخت في وشه أمنة وقالت له انت كذاب. قال لها هنا ابوها عيب اللي بتقوليه ده اكبر عيب، ما تزوديهاش يا بنتي. قالت له انا اللي بزودها. فضل مخبي فتحية اكتر من 20 سنة ونام في حضنها 20 سنة، عارف يكذب عليا عمري كله. هنا بيرد عليها الجرحي وهو مصدوم انت بتفكري في ابنك ولا بتفكري في نفسك؟ عايزة تنتقمي مني الأدهم ولا لكرامتك؟ قالت له واحد يا جرحي، لو ما كنتش حميتها السنين دي كلها ما كانش أدهم ابني مات. ابني مات يا جرحي بسبب بلاويك كلها، بلاويك هي اللي قتلت ابني. طلقني يا سيدي الناس، لأنك لو ما طلقتنيش هروح المحكمة واخلعك، لأني أنا وانت مش هيتقفل علينا باب تاني تحرم عليا عشرتك ليوم الدين. رد عليها الجرحي وهو متأثر وقال لها يا بخت من كان رحيم بحبايبه وقت شدتهم. أنا هعمل كده لكن انتي لأ يا بنت الأصول، ليكي العذر لحد ما تكتفي، ولو زودتي يبقى أنا من طريق وانت من طريق والنفس مرضية. وبعدها بنشوف الجرحي وهو رايح ناحية الورشة وماشي ماشية كلها حزن وكسرة، وهناك بيلاقي آسر وبيقوله ازيك يا آسر، وآسر بيقوله انت جيت يا جرحي، وبيقوله آسر تاني أنا زعلان منك علشان انت ما كنتش موجود لما أدهم مات. هو اتقتل، في حد قتله وانت كان لازم تبقى موجود يا جرحي علشان تضرب اللي قتله، ما انت بتضرب حلو. بيرد الجرحي على ابنه وبيكون بيعيط وبيقوله معلش حقك عليا يا آسر. وبنشوف الجرحي وهو بيسأل ابنه بيقوله يا آسر انت بتحبني؟ قال له آسر بحبك. قال له بتحبني اكتر حد في الدنيا؟ رد آسر وقال له بحبك اكتر واحد في الدنيا. وبيعيط الجرحي وبيقول لآسر ولو طلبت منك طلب هتعملهولي؟ وبيقول هنا آسر ايه هو الطلب؟ بيرد عليه الجرحي وهو بيعيط وبيقول له احضني، احضني يا آسر لو كنت غالي عندك، انا محتاج حضن قوي يا ابني. وبيقرب آسر ناحية الجرحي وهنا الجرحي بياخده في حضنه قوي وبيفضل يعيط، وبيفضل الجرحي يعيط قوي وهو بيصرخ وبيقول يا ابني. وهنا بنسيبهم وبنروح لمشهد تاني وبنشوف الجباس بيقول لرئيس المباحث هو ازاي يا باشا الليلة لفت وجات عند مجدي أبو العباس، وحكومة رايحة وحكومة جاية والباشا المعاون قاعد يفر في الكاميرات. والله يا باشا الراجل كان عندي، وبعدين ده ابن اخوه، هو في حد بيقتل ابن اخوه؟ رد عليه رئيس المباحث قال له فيه، وفيه اللي بيقتل ابوه وامه كمان. قال له الجباس لا حول ولا قوة الا بالله، احنا بقينا في اخر الزمان يا باشا، بس برضو يا باشا دي عمايل ناس تانية، انما البيت ده بالذات ما يطلعش منه عمايل زي دي. الحاج رشدي ربه. قال له رئيس المباحث لو انت قلقان على صاحبك ما تقلقش، احمد بيه زي ما انت قلت شاف الكاميرات ولقاه كان عندك ساعة الواقعة، بس احمد بيه برضه هو بيشوف الكاميرات شاف حاجة تانية صغيرة كده، انت سبت عندك مجدي في المكتب ومشيت، وساعة الواقعة انت ما كنتش في المكتب، قولي بقى كنت فين؟ قال له الجباس هو في ايه يا بيه، هي سابت مجدي ولفت وقعت في حجري انا؟ مينوب المخلص اللي تقطيع هدومه ولا ايه؟ قال له هنا رئيس المباحث ما ترد يا فاروق من غير امثال.
قال له فاروق وارد ليه؟ هو أنا متهم؟ بص يا بيه احنا نمشيها رسمي، لو شايفني متهم تطلع لي أمر ضبط وإحضار وتجيبني عندك، غير كده أنا ما يخصنيش أي حاجة في الكلام اللي انت بتقوله. وبيخرج الجباس من عند رئيس المباحث وبيتصل بالمراغي وبيقول له بقولك أنا يوم الأربع من الساعة 11 لواحدة بالليل كنت عندك، المباحث هتسألك تقول كده انت وكل اللي شغالين عندك. وبعدها بنروح لمشهد تاني وبنلاقي عبد الحميد السواح قاعد في عربيته ومعاه سناء وبيقول لها يظهر ان ابن رشدي فاكرني طيب يا سناء، انت عارفاني لو المفتاح ما ظهرش وما خدتش الألماس بتاعي الجرحي هيقابل حرب مش هيقدر يصد فيها. هنا بنشوف سناء تانية خالص بترد وبتقول المشكلة ان سيد الناس اللي بتتكلم عليه لا بيهاب حرب ولا بيهز جفنه سلاح، الجرحي عايز يخلص من كل مشاكل ابوه، ورشدي ما سابش غير المفتاح اللي جرحي اداهولك. قال لها السواح بلغي الجرحي خاف من السواح لان قلبته هتنتهي بدم. بتقول له هنا سناء معقولة انت يا سواح يكون شيطانك وقعك وانت اللي قتلت ادهم ابن الجرحي؟ قال لها السواح هو ده سؤال من دماغك ولا الجرحي بيشك فيا؟ قالت له سناء ما تلعبنيش، انت اللي عملت كده في ابن الجرحي. رد عليها وقال لها المفتاح يا سناء، قولي للجرحي اتقي شر السواح وهات المفتاح. وبتمشي سناء وبتروح تدور في البيت وبتقول لنفسها لازم نلاقي المفتاح، وبتقول للجرحي اللي قاعد على الكرسي كفاياك مشاكل والسواح مش هيسكت. بيرد الجرحي ان شاء الله مع انه سكت، ما بقتش مرتاح لك يا سناء، حسك شيخة منصر وكنت انت وابويا مدورينها. قالت له سناء ما انا قلتلك كنت يا دوب تليفون المعلم رشدي بيكلم منه الناس، وبعدين خلينا في المفتاح ودور معايا ابوك ممكن يكون مخبيه فين. رد عليها الجرحي وقال لها زمان لما كان ابويا يحب يخبي مني حاجة كان بيخبيها قدامي، اقلب البيت كله عليها وفي الاخر كنت بلاقيها في اوضتي. وبعدها بيقول الجرحي انا عايز ميدالية مفاتيح ابويا، وبتروح تجيبها له سناء وبتعدله المفاتيح وبتقوله ده مفتاح الخزنة وده مفتاح الشقة وده مفتاح كذا وكذا ولا مفتاح في دول. بعدها الجرحي بيطلع ميدالية مفاتيحه هو وبيفضل يعد المفاتيح، مفتاح الورشة مفتاح الشقة، وبعد كده بيلاقي مفتاح زايد. وبيقول الجرحي لسناء انا معرفش المفتاح ده بتاع ايه، معقولة هو يكون مفتاح الخزنة؟ وبعدها بنروح لمشهد تاني وبنلاقي فتحية قاعدة في مكان كده وبيقول لها واحد المفاتيح اهيه، بتقول له شكرا. بيقول لها بس والنبي خلي بالك من العفش علشان صاحب البيت ما بيسيبش حقه وبيخصم من التأمين على طول. وكده اتضح انها اجرت مكان تقعد فيه. وبتقول له هنا فتحية خلاص انت عدت الكلام ده اكتر من مليون مرة. وبتفتح هنا فتحية شنطتها وبتخرج منها المسدس وبتمسكه وبعدها بتمسك الفلوس وكمان موبايل وبتحط جوه منه شريحة اتصال. وبنسيب فتحية وبنروح لاعتماد وهي ماسكة مجدي وبتقول له الحمد لله على سلامتك يا مجدي، نورت البيت يا حبيبي. ولما بيدخل مجدي ومعاه أم اعتماد ومراته سارة وأخوه عفيفي وأخته عليا، أول حاجة بيلاقوها في وشهم الجرحي، واللي بيروح ناحية مجدي وبنلاقيه بيضربه. وده بيكون آخر مشهد في الحلقة 20. نشوفكم بكرة إن شاء الله وفيديو جديد وملخص جديد لأحداث الحلقة 21 من مسلسل سيد الناس. انا وادم اتجوزنا قبل ما يموت اتجوزنا في نفس اليوم اللي اتقتل فيه.